قرار مفاجئ أصدره محافظ الجيزة بغلق عدد كبير من فروع سلسلة محلات حلويات شهيرة، وده بعد بلاغ بإصابة أشخاص بحالات تسمم غذائي بعد تناولهم منتجات من فرع في منطقة الشيخ زايد. القصة بدأت طبقا للي نشرته صحف محلية بإصابة رجل وزوجته وحماته بتسمم غذائي بعد ما كلوا منتجات من فرع السلسلة في الشيخ زايد، وتم نقلهم للمستشفى، وده دفع الجهات الأمنية للتحقيق في الحادثة. بعدها خرجت حملة من فرق الرقابة الصحية للتفتيش على الفروع، ورصدت مخالفات صحية جسيمة منها استخدام مواد خام منتهية الصلاحية وسوء تخزين للمواد الغذائية. سلسلة محلات الحلويات الشهيرة علقت على الواقعة في بوست على صفحتها وقالت إن الغلق ما كانش ليه أي علاقة بحالات التسمم، ومفيش أي بلاغ طبي أو تقرير رسمي بيقول كده، وإنه غلق إداري لأسباب تنظيمية. وأكدت إنها بتتعرض لهجوم مش مفهوم، والبعض بيروج أخبار غير صحيحة ممكن تتسبب في قطع. في حملات مكبرة شنتها الأجهزة التنفيذية، عشرات المحلات والمطاعم المشهورة جرى إغلاقها خلال الساعات اللي فاتت بسبب عدم التزامها بالضوابط القانونية والتراخيص اللازمة، وكانت أغلبها فروع لسلسلة محل حلويات شهير. جهاز مدينة 6 أكتوبر في محافظة الجيزة شن حملات مكبرة لغلق 25 محل تجاري ومطعم شهير، وده بعد يوم واحد من تنفيذ 36 قرار غلق وتشميع لمحلات تجارية ومطاعم في نفس المدينة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابها. حملات غلق المحلات المخالفة وصلت لأحياء بعيدة عن أكتوبر زي العجوزة والعمرانية والوراق ومبابة وفيصل، بعد ما أصدرت محافظة الجيزة قرار خلال الساعات اللي فاتت بغلق 12 فرع تابع لمحل شهير ببيع الألبان والحلويات بناء على تقرير من مديرية الصحة وإدارة مراقبة الأغذية. محافظات تانية نفذت حملات مكبرة لغلق المحلات المخالفة، ففي المنوفية وكفر الشيخ وبورسعيد اتقفل 4 فروع لنفس المحل الشهير، بالإضافة لغلق فروع للمحل في محافظة الغربية. وفي وقت سابق علقت الشركة المسؤولة عن المحل وقالت إن غلق فروعها بيرجع لأسباب إدارية وملهوش أي علاقة